ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ هنا هنعمل حمام كداب او وراك الفراخ زي ما بتسموها. بنجيبوها من عند الفراجي، هو بنقوله له ان احنا عايزين نعملها حمام كداب، فهو بيعملها وبينضفها لنا وبيظبطها وبنجيبها على الحشو. هنا احنا كنا نزلنا بشويه رز حمرناهم، شويه زبده وشويه زيت، وهنا نزلنا عليهم ببصله مبشوره، عليها فلفل اسود، بهارات، ملح، بابريكا، وهنبدا نقلب مع بعض كده. ولو في كبد وقوانص عادي ممكن نستعملها، ممكن لحمه مفرومه حسب الرغبه، يعني ما انت عايزه تستعملي. وبعد كده بنشوحهم كده مع بعض لحد ما الطعم بيبقى يعني يتشرب من بعضه. وبنبدا ننزل عليها بعد ما بنحمرهم مع بعض خالص كده. بنبدأ ننزل بقى ايه بالمية عليهم زي ما انتم شايفين كده بكوبايتين مية، وبنسيبوه على البوتاجاز لحد ما بيبقى شكله كده. ما بنطيبهوش قوي علشان هو طبعا لما بنحشيه في الفراخ لسه بينسلق وبياخد غلوة، فبيبدأ يطيب يعني اوريدي لوحده. وهنا بوريكم احنا بنمسك الوراك كده زي ما انتم شايفين هي مخلية. بنبدأ نحشيها كده تحت الجلد، وبنبدأ نحشي كده من جميع الجناب، وبنبدأ نقفلها كده، وبنكون محضرين ورق فويل، ولو في ورق زبدة بتتلف قبل الورق الفويل وبنلفها زي ما انتوا كده. ولو في كيس استرتش ممكن نلفها بردك بيه قبل الورق الفويل، بس انا بصراحة ما كانش عندي. وبنبدأ نقفلها كده زي ما انتوا شايفين، وبنقفلها كده وبنلفها كده لفة حلوة. وهنا كنا غالينا مية بصل بطماطم بفلفل اسود ببابريكا، ونزلنا كده عليهم زي ما انتم شايفين، سقطنا الورق كده كله بعد ما خلصنا. وده شكله بعد ما طلع بياخد حوالي تلت ساعة الوراك، لانها بتبقى على طول ما بتاخدش وقت. وبنبدأ نحمرها بشوية زيت على الصينية على الشواية، ويبقى شكلها دوت زي ما انتم شايفين كده. بتبدأي تاكلها مع سلطة، مع شوية خضار، مع شوية رز، اللي هي بواقي مثلا الرز بتاعنا بتاع الخلطة. وبيبقى الشكل كده. ويا رب يعجبكم بألف هنا والشفا، ويا رب ما تنسوني في الاشتراك ولا في اللايك يا أحلى ناس.